السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في 2015 تم تأسيس شركة اوبن اي اي المختصة في البحث وتطوير الذكاء الاصطناعي على يد مجموعة من المستثمرين اشهرهم كان ايلون ماسك. كان اكبر اسهامات الشركة دي في مجال تطور الذكاء الاصطناعي في الآلات والروبوتات وفي مجال الشات بوت. ولو ما تعرفش ايه هو الشات بوت ده، وهو من اسمه يعني هو عبارة عن شات بتسأله شوية أسئلة وهو يجاوبك عليها. ومن هنا أعلنت الشركة عن الطفرة العصرية اللي غيرت مجرى العالم، وهو الشات جي بي تي 3 في 2020، واللي كان بمثابة صدمة حصلت للبشرية. لأنك ببساطة العالم قبل الشات جي بي تي كان حاجة وبعدها بقى حاجة تانية خالص، وكل ده كان النسخة الأولية فقط. ولو مش عارف هو ايه هو الشات جي بي تي ده وبيعمل ايه، ففي فيديوهات كتيرة جدا او على اليوتيوب تقدر تفهم اكتر عن الموضوع. بس لو معكش وقت انا اقدر اقول لك انه ببساطه كده هو عباره عن كمبيوتر اتعمل له السوفت وير ودخل له كميه هائله جدا من المعلومات اللي تخليه يقدر يجاوب لك على اي حاجه انت عايزها. وجت الشركه بعدها بسنتين وتحديدا في 2022 اعلنت عن النسخه المطوره من جي بي تي 3 لجي بي تي 4. اللي هو انت متخيل اساسا ان التطور الضخم اللي كان موجود في شات جي بي تي 3 ده ما قضاهمش وقرروا انهم يعلوا منه، وكمان في خلال سنتين بس. وانت لو ما تعرفش الفرق بين شات جي بي تي 3 والجي بي تي 4، فتعالى نتخيل مع بعض ان النقطة دي هي حجم المعلومات اللي موجودة في شات جي بي تي 3، اللي هتساوي 175 مليون بارامترز، واللي هي بالمناسبة حاجة فوق الخيال وحاجة ضخمة جدا ما كانش حد يتوقعها. اما لو جينا تخيلنا مثلا شات جي بي تي 4 قصاده، فهو هيكون بالحجم ده مقارنة بالنسخة جي بي تي 3. جي بي تي 4 بيتكون من حوالي تريليون بارامتر، واللي هي حاجة فوق الخيال بحبتين تلاتة، وده كله كان في سنتين بس. عايزك تخلي دي في دماغك. وانا عايز اقول لك ان كده ذكرت لك نموذج واحد بس من الشات بوت، في انواع كتير غيرها من شركات تانية بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنهم اللي بيحول النص لصورة زي ميد جيرني وليوناردو اي اي، وانواع تانية كتير جدا مختلفة المصادر ومختلفة الانواع. فانت متخيل الطريق رايح بينا لفين. فبعد الموضوع ده بسنتين جات شركة ابل واعلنت عن ابل فيجن برو، وده هيكون موضوع فيديو النهاردة لانه هيكون بمثابة نقلة نوعية وحضارية في حياة البشرية قدام. لو مش عارف ده ليه، كمل الفيديو لحد الاخر وانت تعرف. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا نخش في الفيديو. في عام 2024 وتحديدا في شهر فبراير، الشهر اللي احنا فيه دلوقتي بنعمل الفيديو ده، اعلنت شركة ابل، الشركة المختصة في المنتجات التكنولوجيا اللي انت اكيد تعرفها، المنتجات بتاعتها زي الايفون والايباد والاي ماك والابل ووتش ومنتجات كتير جدا. ابل اعلنت عن الفيجن برو في حركة منها لنقل الذكاء الاصطناعي لمستوى مرعب تاني خالص. وانا هكون بكذب عليك لو قلت لك انا مش خايف من الاختراع ده. طب وانت هتقول لي ايه اللي هيخوف في الاختراع زي ده؟ بص يا صديقي، الاختراع ده عبارة عن نظارة بتلبسها زي فكرة نظارة العالم الافتراضي، اللي بالمناسبة أبل مش أول شركة تخترع الاختراع ده، لأنه كان موجود منه نسخ كتير بالأشكال المختلفة من كذا شركة تانية، وأبرزها شركة ميتا والعالم الافتراضي بتاعها. بس اللي خوف في النضارة دي بالأخص لأنها مش زي بقية النظارات اللي كانت عبارة عن نظارات واقع افتراضي، آخرها إنك ممكن تلبسها عشان تلعب جيم بلاي أو تتفرج على فيديو أو فيلم. أما الأبل فيجن برو هي عبارة عن جهاز موبايل او لابتوب معاك تقدر تتنقل بين التطبيقات اللي فيه وتستخدمه زي الموبايل. مش بس كده، انت ممكن تعتقد انها نظارة واقع افتراضي عادية، فازاي الناس هتتنقل بيها او هتستخدمها زي الموبايل؟ انا عايز اقولك انك تقدر تستخدمها بطريقة اسلس واسرع من الموبايل اساسا، لانها بتتنقل بالعين. يعني انت لو عايز تختار حاجة او تكتب حاجة تقدر تحرك عينك بس عليها وهتلاقيها في ثواني بتستجاب معاك. ولو مش عايز بعينيك تقدر تحركها بصباعك كمان. طب هتقول لي انا مش فاهم برضه. بص انا هوضح لك. انت على الموبايل هتكون فاتح تاب واحده، اي حاجه بقى، فيس، يوتيوب، جوجل، صور، اي حاجه. مش هتقدر تفتح كذا حاجه في نفس الوقت زي الابل فيجن برو اللي بتوفر لك مالتي تاسكينج بشكل سلس ورهيب جدا. ومش بس كده، اما في الجانب بتاع الواقع الافتراضي فهي حرفيا مرعبه. انت تخيل الفيديو او الحاجه اللي انت فاتحها دي تقدر تكبرها بالحجم اللي انت عايزه، وكمان مش تخسر اي حاجه من الجوده بتاعت الفيديو. حرفيا تقدر تنغمس جواها وهتلاقي جوده عاليه جدا. فهي بقت عباره عن تليفون متحرك معاك بس بحجم اكبر ومميزات اكبر، وده في حد ذاته مرعب جدا. انت يا صاحبي مش متخيل ايه اللي هيحصل من وراء الاختراع ده، لانك يا صديقي دلوقتي البشر بقوا مفيش تواصل على الواقع اساسا، مش عارفين يعيشوا على ارض الواقع، وبالذات الاطفال اللي جايين دلوقتي بسبب الجهاز اللي بالحجم ده اللي هو التليفون. فتخيل معايا حاجة هي موجودة بحجم رؤية الشخص كاملة هتكون عاملة ازاي.
بجد الحياة هتنعدم. انا عارف ان ممكن ناس منكم هتقول دي يا عم سعرها غالي قوي ومحدش هيشتريها غير ناس قليلة، وبالمناسبة سعرها من 3000 ونص ل 4000 دولار. صدقني في ناس كتير جدا عندها هوس التفاحة المتاكل منها الحتة دي، وفي ناس ممكن تعمل المستحيل عشان يبقى عندها منتج من منتجاتها. وما تنساش ان دي النسخة الاولى من الشركة دي بس، وما تنساش ان في شركات منافسه كتير زي سامسونج اللي اكيد مش هتقف ساكته وهي شايفه ان منافسها الاكبر واخد السوق كله، وهتلاقيها اكيد مليون في المية يعني كمان فتره هتعلن عن نظاره زيها وهتخش في المنافسه، وساعتها هتلاقي شركات تانية دخلت في المنافسه برضه، ونتيجه على ده هتلاقي سعرها بيقل وهتلاقي الناس كلها بدات تشتريها، وساعتها هتكون متطوره اعلى من كده بكتير، والضرر هيكون اعلى من كده بكتير. هتقول لي يا عم انت اوفر ليه؟ مش للدرجه دي يعني. تعال اقول لك الشيء المرعب اللي موجود في النضاره دي. النضاره دي فيها ميزه مختلفه عن اغلب شاشات الواقع الافتراضي التانية، وهي انها شفافه. يعني ببساطه تقدر تلبسها وتشوف عادي المكان اللي انت موجود فيه زيها زي اي نضاره عاديه تانية. وده تكون نتيجته ايه؟ بالظبط زي ما انت توقعت، الناس اتجننت وبقت بتلبسها وهي بتعمل اي حاجة في حياتها، لدرجة ان في ناس شافت اشخاص بيلبسوها في المواصلات العامة او ماشيين في الشارع بيها وبيعدوا الطريق وهم بيتفاعلوا معاها. ومش بس كده، دول كمان بيلبسوها وهم بيسوقوا. والله زي ما بقول لك كده. انت متخيل انها توصل للسواقة اللي المفروض الشخص يكون في كامل تركيزه وهو بيسوق اساسا؟ ده كله لسه ما عداش شهر على اعلان المنتج، احنا لسه هنشوف مفاجآت اكبر مع الوقت. ودي كانت نهاية الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، تقول لي رأيك في الكومنتات، واشوفك في فيديو جديد. سلام.